السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم جميعا يا رب. مش معنى بقى ان احنا بدأنا في رمضان فننسى برضو التفريزات الاساسيه المهمه اللي مفيش غنى عنها في اي بيت. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض تفريز الثوم بطريقه سهله وبسيطه، ويا رب فيديو النهارده يعجبك. لو اول مره تشوفي قناتي، انا نوره، وبتمنى تنوريني بالاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. بحبكم في الله ودمتم في حياتي اغلى واحلى اخوات وصحاب. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بحبكم في الله ودمتم في حياتي اغلى واحلى اخوات وصحاب. يلا بينا. اول حاجه جبنا كميه الثوم بتاعتنا اللي احنا ان شاء الله باذن الله ناويين نفرزها. جبت 10 كيلو من الثوم وسعر الثوم 20 جنيه. بعد ما جبت الثوم بدأت ان انا فردته كده على حاجة كبيرة زي ما شفتوا، ملاية كبيرة بقى على اي حاجة كبيرة، لان في المطبخ بصراحة مش هينفع ان احنا نعمل الكمية دي كلها براحتنا والمكان مش هيبقى مناسب لينا. ففردت ملاية كبيرة كده على الارض، وبدأت ان انا جبت كمية الثوم بتاعتي كلها وبدأت ان انا اقشرها وافصصها بالشكل اللي انتوا شايفينه. الثوم احنا جايبينه اخضر، مش بنقشره، بس بنقشر القشرة الخارجية، وبنبتدي ان احنا نفصص فصوص كده كبيرة او صغيرة مش فارقة، وبنبتدي ان احنا نفصصه. فصصت كمية الثوم بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وخرجت منها الورق اللي انا هعمله ثوم باودر زي ما انتوا شايفين. هعمل معاكم دلوقتي كام واحدة انا سايباهم عشان اوريكم بنعملوه ازاي مع بعض. كمان طلعت منه كمية خضرة عشان هفرمها وهجهزها كده ببرطمان تبقى جاهزة معايا لتتبيلة سمك، لخلطة محشي، لأي حاجة برضو هتبقى جميلة وطعمها حلو قوي. كل اللي انا بعمله معايا راس الثوم بشيل منها الفصوص زي ما انتوا شايفين. القشرة اللي انا بستخدمها في الثوم البودر هي القشرة الداخلية مش القشرة الخارجية للثوم. القشرة الخارجية للثوم انا برميها، القشرة الداخلية بس هي اللي انا بحمصها وبستخدمها في الثوم البودر. انا مبطئة هنا المقطع عشان اوريكم واحدة واحدة انا بعمل ايه. بقى بفصص الفصوص زي ما انتوا شايفين، بتظهر معايا القشرة الداخلية اللي هي الورقة الداخلية للثوم. ببتدي ان انا اخدها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، ودي هخليها على جنب بقى في صينية في الصاج بتاع الفرن في اي حاجة، وهي دي اللي احنا هنحمصها عشان هنعملها توم باودر. في حاجة مهمة قوي عايزة اقول لكم عليها. في نص راس التوم جوه خالص بيبقى في حاجة ناشفة كده اللي انتوا شايفينها معايا دلوقتي، ودي بتبقى ناشفة جدا جدا جدا. طبعا لو هنفرم الثوم في الكبة دي ممكن تكسر السلاح بتاع الكبة، فلازم ان احنا نشيلها من الثوم. عشان كده احنا بنفصصه نستخرج منه العود الناشف ده اللي انا بوريه لكم دلوقتي، وكمان نستخرج منه القشرة الداخلية اللي احنا هنعملها توم باودر. قد ايه العود ده بيبقى ناشف وجامد جدا، ممكن لو لف على سلاح الكبة بتاعتك ممكن يكسرها، فدي حاجة مهمة قوي ان انت لازم تشيليه. خلاص كده انا عملت الكميه كلها، بس زي ما قلت لكم انا سبت كام واحده بس عشان اقول لكم انا بعمل ايه. وهنبتدي بقى في مرحله الفرم، واهم حاجه يعني اهم كده 3 مكونات هنضيفهم على الثوم هنحفظهم. هنحفظ الثوم بيهم، وكمان مش هنخلي الثوم يخرج معانا اي ريحه، وكمان يكون سهل معانا نخرج كده العلبه من الفريزر نستخدم بالمعلقه على طول، ولا محجر ولا مكتل ولا اي حاجه. هنا خلاص فصصت الكمية كلها. هبتدي بقى انزل الكبة وهبتدي اشتغل على طول. هقسمه طبعا على اجزاء عشان يطلع معايا مفروم كويس جدا. ده الورق ده القشرة الداخلية كده للثوم. انا فردتها كده في الصاج بتاع الفرن، سخنت الفرن على درجة حرارة 150 درجة، وهدخل الصاج في الفرن وهتابعه بالتقليب، لان طبعا ده ورق خفيف جدا وبيتحمص بسرعة قوي، فيعني خدي بالك ان هو بيغير لون بسرعة جدا. ايدك فيه دايما باستمرار بنقلبه بنقلبه اول باول كده. وممكن كمان لو ورقه اصفرت معاكي زياده عن اللزوم ممكن تشيليها، استثنيها من باقي الورق، وتابعيه بالتقليب كويس قوي. دخلته الفرن، وبعد كده بقى تعالوا نعمل الثوم بتاعنا. جبت الكبه وبدات ان انا هفرمه على الاجزاء زي ما انا قلت لكم. ودلوقتي هقول لكم على المكونات اللي هنضيفها على الثوم عشان نحفظ الثوم ونمنع اي روايح تخرج منه، وكمان يكون سهل معانا للاستخدام بعد خروجه من الفريزر. حطيت كمية كده مناسبة في الكبة، يعني ملو الكبة، وهبتدي ان انا اضيف عليها
ما تنسونيش في اللايك والشير يا حلوين والسبسكرايب للقناة عشان القناة تكبر اكتر واكتر بيكم. الكبة مليانة ومعايا معلقة من الاكل العادية. هبتدي اضيف بالمعلقة دي معلقتين من السكر زي ما انتوا شايفين. لكل كبة مليانة من الثوم هنضيف لها معلقتين من السكر، معلقتين من الملح، وكمان معلقتين كبار من الخل. المعلقة اللي احنا بنتعامل بيها معلقة كبيرة. الثوم بتاعك هيتحفظ لسنة كاملة واكتر من سنة كاملة، ولا لونه هيغير ولا هيصفر معاكي ولا هيحصل فيه اي تغيرات ولا هيطلع معاكي روايح في الفريزر ولا اي حاجة. كمان حطيت معلقتين من الخل، وهفرم الثوم فرمة سريعة تانية. ممكن عادي تضيفي المكونات دي قبل ما تفرمي الثوم، وممكن تضيفيهم بعد فرم الثوم وتديله تقليبة. يعني ممكن بكذا طريقة، تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، سواء اتحط في الأول أو اتحط في الآخر فهو كده كده هيتفرم معاكي مع الثوم. هنجيب بقى علب تكون بتتقفل كويس او برطمانات ازاز عادي. انا كنت بشيله ببرطمانات ازاز، بس دلوقتي برطمانات الازاز انا مستخدماها في سمنه بقى ومربى وحاجات تانية، فهستخدمه دلوقتي. هحطه في العلب دي. العلب دي بتتقفل كويس جدا. اللي هفرمه دلوقتي يعني معاكم كده واحده واحده، هفرمه على اجزاء وهضيفه في العلب زي ما انتوا شايفين. هبتدي كده اضيف كميه من الثوم، نفس الخطوات هي وبعد كده هضيف معلقتين كبار من الملح، معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الخل لكل كبة كبيرة مليانة من الثوم. طيب افتراضا ان احنا الكبة بتاعتنا صغيرة، هنقلل الكمية. لو كبة صغيرة مش هتاخد كمية الثوم اللي احنا ضايفينها دي كلها، يبقى هنحط معلقة سكر، معلقة ملح، معلقة خل. يعني على حسب كمية الثوم اللي قدامك في الكبة قد ايه. انا عشان اللهم بارك الكبة كبيرة فبتاخد كمية توم كبيرة، ف حطيت معلقتين. وهنبتدي نفرمه بالشكل اللي انتوا شايفينه. بياخدش معاكي وقت وبيتعمل بسرعة جدا. وكمان اهم حاجة ان انت هترتاحي طول السنة من حاجة اساسية وضرورية معاكي في البيت. هتتعبي يوم وترتاحي طول السنة. طبعا تفصيصه وتجهيزه وكل ده مجهود وبيبقى صعب، بس زي ما قلتلك تعب يوم وراحة بعد كده على طول. وكمان عشان سعره بعد كده بيغلى جدا. احنا جبناه الشهر اللي فات واحنا بنفرز القلقاس، كنت محتاجاه ضروري عشان اجهز السلق، وكنت جايبة الربع ب40 جنيه. فتخيلوا كان كيلو الثوم ب160 جنيه، فكده احسن واوفر. سعر الثوم دلوقتي 20 جنيه. هاتيه وجهزيه ما شاء الله اللهم بارك، يكفي معاكي السنة كلها. جهزته وفرمته بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها، وحطيته في العلب بتاعته، قفلت عليه كويس. هدخله بقى الفريزر وهستخدم منه وقت ما انا محتاجه. في التوقيت ده انا كنت متابعه ومباشره اللي في الفرن، اللي هو الورق اللي في الفرن اتحمص واخد اللون الجميل ده. وسايبه لكم الصوت عشان تسمعوا قد ايه الخروشه بتاعته وقد ايه ناشف ومتحمص حلو. سامعين صوت الخروشه بتاعه؟ ما شاء الله اللهم بارك. اتحمص حلو قوي. احلى توم بودر ممكن تاخديه وتستخدميه في الاكل. هتتاكدي ان التوم البودر اللي كنتي بتجيبيه جاهز مش توم بودر اساسا. بدات اضيفه بالشكل اللي انت شايفاه على بدات اضيفه في الكبه، وهبتدي ان انا اطحنه كويس جدا. هو طبعا بيبقى ورق فبيبقى هايش وبيبقى كبير. بعد ما يتفرم هيبقوا شويه صغيرين جدا، بس الشويه الصغيرين دول هيكفوكي فتره طويله، لان ربع معلقه منه احلى من معلقتين من الجاهز. وده شكل الثوم البودر بعد ما جهز. ما شاء الله اللهم بارك. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وبتمنى يكون فيديو خفيف على قلبكم. اهم حاجه تحفظي الثوم البودر في برطمان ازاز يكون محكم الغلق كويس جدا، وتستخدمي منه بمعلقه ناشفه او معلقه مخصصه ليه. بتمنى فيديو النهارده يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. بحبكم في الله ودمتم في حياتي اغلى واحلى اخوات واصحاب. اشوفكم دايما على خير ومع الف سلامه.